الطبيعي انك لما تكون عيان تروح عند الدكتور عشان تكشف، وطبعا تقول للدكتور على كل الاعراض اللي عندك وعلى كل اللي انت بتحس بيه علشان يقدر يشخص حالتك بشكل دقيق. بس اللي مش طبيعي هو انك لما تخلص كلام تلاقي الكمبيوتر اللي جنب الدكتور هو اللي بدأ يتكلم ويشرح لك ويشرح للدكتور الحالة بتاعتك وايه سببها، وكمان يطلع لك الروشتة بالعلاج المناسب ليك. بس حابب افاجئك ان اللي مش طبيعي ده بقى عادي جدا دلوقتي، وممكن تلاقيه بعد كام يوم كده موجود في اغلب العيادات والمستشفيات. وده اللي اعلن عنه مايكروسوفت اول الشهر ده. فيا ترى بقى ايه هو النظام الجديد ده، وازاي ممكن يفيد المرضى اللي بتروح تكشف، وبرضه ازاي هيساعد الدكاتره ويسهل حياتهم؟ ده اللي هنعرفه في حلقه النهارده. بس قبل ما نبدا، لو انت لسه جديد في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل حلقاتنا الجديده. انا خالد جاد، ويلا بينا. السلام عليكم. قبل ما نتكلم عن النظام الجديد ده خلينا نرجع ورا حبتين قبل سنة 1968، والفترة دي كان قبل ما يدخل الكمبيوتر في المستشفيات والعيادات. وقتها كان الدكتور بيكتب كل حاجة ليها علاقة بالمرضى بشكل ورقي، وده طبعا كان بيسبب مشاكل كتير، غير ان في احتمالية ان الورق يضيع او يتلف لأي سبب. لكن المشكلة الحقيقية هي صعوبة فحص وجمع المعلومات بشكل سريع ودقيق في نفس الوقت، ده غير بقى الوقت الطويل في الإجراءات بتاعته والأخطاء الكتير اللي ممكن تحصل، وحاجة في قمة البؤس. بس كل ده كان قبل ظهور الكمبيوتر. لما الكمبيوتر بقى جه حل جزء كبير من المشاكل دي، زي مثلا ان جمع البيانات دلوقتي بقى اسرع وادق، وده بطبيعه الحال خلى الاخطاء اقل، وكل ده بيصب في مصلحه المريض. لكن ما زالت المشكله نقل المعلومات والخبره ما بين المستشفيات بطيئه شويه، وكتطور طبيعي بدا يظهر وينتشر الاختراع اللي حل المشكله دي، وهو الانترنت. الانترنت دخل عالم المستشفيات والطب في التسعينات، وبكده ممكن نقول ان كل المشاكل اتحلت. وفضلنا في التطور لحد ما دخل عصر السجلات الطبيه والسجلات الصحيه الالكترونيه. الانظمه دي مش بس بتخزن المعلومات بشكل رقمي، لا دي كمان بتخلي الوصول ليها اسرع واسهل. والمعلومات بدات تكبر وتكبر، وبدا يتكون عنها قاعده بيانات كبيره جدا. وايه بقى الحاجه اللي لو اديتها قاعده بيانات بالحجم ده هتكون قويه وتطلع نتائج مذهله؟ اكيد بدون شك الذكاء الاصطناعي. وده اللي عملته مايكروسوفت بعد ما استحوذت على شركه نونس بحوالي 16 مليار دولار، انفستمنت رهيب. والشركه دي كان من اوائل الشركات اللي قدمت تقنيات التعرف على الصوت ومعالجه اللغه الطبيعيه وتدوين السجلات الطبيه. وده اللي ادى فرصه لمايكروسوفت عشان تعمل نظام دراجون ميديكال 1 اللي بقى مشهور جدا ما بين الاطباء، علشان بيحول الكلام لمحاضرات دقيقه جدا وبشكل لحظي. وبعد فتره مع نجاح دراجون ميديكال 1، مايكروسوفت قررت تاخد الفكره لمستوى اعلى، من مجرد التعرف على صوت وتنظيم شويه ملاحظات لدمج البيانات دي كلها مع الذكاء الاصطناعي. وطلعوا نظام جديد اسمه دراجون كوبايلوت. النظام ده بقى مش بس بيسمع الكلام ويكتبه، ده طلع بالفكره لمستوى اعلى بكتير. ركز بقى معايا عشان اللي فات ده حماده واللي جاي ده حماده تاني خالص. ونبدا باهم حاجه في النظام، وهو الفهم والتحليل. فاكر زياره الدكتور اللي اتكلمنا عنها في اول حلقه، وانك قعدت تشرح للدكتور عن حالتك واللي انت بتحس بيه، والدكتور كان بيستفسر منك عن المعلومات اللي محتاج يعرفها؟ الكمبيوتر بقى اللي كان قاعد وسطكوا ده كان قاعد يسمع كل حاجه، وعارف يفرق ما بين كلامك وبين كلام الدكتور، وفي نفس الوقت بيحلل كل حاجه بتتقال وبيكتبها في ملاحظات دقيقه جدا. لكن بقى فوق ده بيقدر يفهم الفحوصات الطبيه زي الاشاعات والتحاليل، ويقدر يستنتج منها تشخيص دقيق لحاله المريض. وكل ده بيبقى جاهز يتضاف في السجل الطبي الالكتروني EMR. الميزه كمان انه بيقدر يفهم لغات مختلفه ومنها اللغه العربيه، يعني اداه مثاليه لاي دكتور. وبمناسبه الدكاتره، فانت لو دكتور وليك ستايل معين في كتابه الملاحظات او طريقه بتسهل فهمك للملاحظات دي، فالنظام ده مش هيحرمك من حاجه، لانه بيديك تمبلتس جاهزه تقدر تستخدمها، وطبعا تقدر تكستمايز عليها زي ما انت عايز، من اول تنسيق الكلام لحد اسلوبك في الكتابه. وطبعا تقدر تحفظ التمبلتس دي علشان تستخدمها تاني بشكل اسرع. وعلشان النظام ده اتدرب على كميه ضخمه من الزيارات الطبيه، وفي مصادر بتقول ان الداتابيز بتاعته بتوصل ل 15 مليون زياره، الكلام ده طبعا هيضمن ان الملاحظات والتقارير الطبيه هتطلع زي ما بيقول الكتاب بالظبط، فهتكون دقيقه جدا ومنظمه. والنظام مش بيقف هنا، ده كمان بيسمح لك تبحث بسرعه جدا عن اي معلومه انت كدكتور هتحتاجها، اذا كانت بقى معلومه طبيه او حتى في التاريخ المرضي للمريض اللي قاعد قدامك بكل فحوصاته. واي معلومه طبيه هيديها لك هيحط لك معاها المصادر بتاعتها، اذا كان كتاب بقى طبي او استادي معينه او اي نوع من انواع المصادر. وده طبعا علشان تبقى متاكد ان اي معلومه بيطلعها لك هتكون معلومه سليمه وموثقه. واثناء بقى الزياره مع المريض، النظام بيحلل كل الكلام ويدي لك اقتراح لمعلومات تاخدها من المريض نفسه،
علشان تقدر تشخص الحاله بشكل مظبوط. يعني مثلا على سبيل المثال لو في اي اعراض مصاحبه للمرض ممكن يفكرك انك تسال المريض عليها وتستفسر منه، او برضه في حاله لو في اي امراض ممكن تكون متوارثه يفكرك انك تسال لو في اي حد في العيله جاله نفس المرض ولا لا، وهكذا. وده هيخليك يا دكتور تاخد قرارات مبنيه على معلومات دقيقه واسرع بكتير من الاول. وبالرغم ان دي مميزات قويه وهتوفر كتير، بس ما زال التطور مش كبير، لان في ميزات تانية بنظام دراجون كوبايلوت ممكن من غير مبالغه تقول ان شغلانه المساعد اللي في العياده هتنقرض في القريب العاجل. والميزه دي هي التاسك اوتوميشن. مبدئيا كده اثناء كلام المريض والدكتور النظام بيلقط اكتر من 12 نوع من الاوامر الطبيه. يعني لو طلب من المريض فحص معين او العلاج الفلاني، النظام بيفهم ايه هو المطلوب بالظبط ويسجل الطلب دايركت في نظام السجلات الطبيه. وبعد ما الزياره بتخلص النظام بيجهز ملخص تلقائي لكل حاجه اتقالت في الزياره، وده بيساعد الدكتور يراجع المعلومات بسرعه قبل ما يتم اعتمادها. وكمان بيدي المريض تقارير مبسطه علشان يفهم تعليمات الدكتور. ومع كل ده كمان بيكتب خطابات الإحالة واللي بيسجل فيها بيانات الأساسية للمريض زي التاريخ الطبي والفحوصات المطلوبة وما إلى ذلك، علشان يقدر الدكتور يبعتها للمتخصص أو لمستشفى تانية عشان يتابعوا العلاج أو يقيموا حالة المريض بشكل متخصص أكتر. وكمان ممكن تعمل بنفسك أوامر بسيطة أو يعني تعمل نظام اوتوميشن خاص بيك للتاسكس اللي بتتكرر كتير جوه نظام السجل الطبي الإلكتروني. فكل مميزات التاسك اوتوميشن دي بتوفر وقت للدكتور وتقلل الأخطاء بشكل كبير جدا. بس السؤال هنا هو لازم يكون جنب الدكتور كمبيوتر عشان يقدر يعمل كل الكلام ده؟ والإجابة هي لا، علشان النظام ده متاح از ويب سايت وليه ابلكيشنز على الموبايل والكمبيوتر. يعني ممكن انت كدكتور تستخدمه في العياده او في اي حته على ظهر الكوكب. والنظام ده متوافق مع اغلب انظمه السجلات الطبيه الالكترونيه وخصوصا نظام ايبك. ولكن علشان نستوعب اهميه النظام ده محتاجين نتكلم بقى شويه بالارقام علشان نفهم اذا كان فعلا هيغير نظرتنا للعمليه الطبيه ولا ده اي كلام. والصراحه مايكروسوفت كتر خيرها ما سابتناش تايهين في الحته دي، وعلى حسب كلامهم بيقولوا ان استخدام نظام دراجون كوبايلوت بيقلل من الارهاق الاداري عند الدكاتره بنسبه 70%. وده طبعا لان النظام بقى بيعمل كل المهام الاداريه الروتينيه بشكل اوتوماتيك، وده طبعا بيوفر وقت كبير جدا للدكتور علشان يقدر يشوف شغله الحقيقي وبسهوله يقدر يحط خطه علاجيه مبنيه على بيانات حقيقيه وموثوقه. وبرده من النقط اللي اكد عليها مايكروسوفت ان النظام ده امن جدا. النظام مبني على كلاود بيز سوليوشن بيتبع معايير الامان الدوليه، وفي برضه تكنولوجيا حمايه متطوره جدا بتضمن ان بيانات المرضى تفضل سريه ومحميه من الاختراقات. وده بطبيعه الحال بيدي ثقه كبيره جدا للنظام في المستشفيات والعيادات. سامعنا بقى الدكتور من بعيد بيسال سؤال مهم جدا وبيقول يعني انا لو ببحث عن معلومات طبيه يا ترى نظام دراجون كوبايلوت ده يفرق ايه عن شات جي بي تي؟ على الاقل شات جي بي تي عارفينه وعارفنا، فايه بقى اللي يخلي اسيبه واروح لدراجون كوبايلوت؟ وعلشان اجاوب على السؤال ده في نقطه مهمه جدا لازم تبقى عارفها، وهو ان شات جي بي تي متدرب على معلومات عامه في كل المجالات زي الطب والهندسه والبرمجه وغيرهم من المجالات الكتير جدا جدا جدا. بس طبعا المعلومات اللي عنده في المجالات دي كلها عباره عن معلومات سطحيه، وده طبعا لانه مستحيل يدربوه على معلومات متخصصه في كل المجالات دي. وده لان حجم المعلومات اللي موجوده في كل مجال من دول ممكن يبقى اكبر من حجم الداتا اللي متدرب عليها تشات جي بي تي دلوقتي. ولو حصل كده حجم الداتا بتاعته هتبقى مهوله، ولما هتيجي تساله سؤال حتى لو بسيط ممكن تستناه بالساعات عشان يرجع لك باجابه. فطبعا الكلام ده مش منطقي. فشات جي بي تي بقى في مجال الطب ما يعرفش الالف من كوز الذره، فما تقدرش تعتمد عليه نهائي. وهنا بقى بيجي اهم ميزه لدراجون كوبايلوت واللي بتخليه يتفوق بشكل كبير جدا على تشات جي بي تي، وهي كميه التدريب على الداتا المتخصصه. وده لان زي ما قلنا قبل كده انه اتدرب على زيارات طبيه بالملايين، وكمان على مقالات وكتب واوراق بحثيه معتمده ومتخصصه جدا في المجال الطبي. جميل قوي الكلام ده، بس هل ده معناه اني هقفل دلوقتي الحلقه وهبدا اشتغل بدراجون كوبايلوت؟ في الحقيقه برضه لا، لسه شويه. النظام ده حاليا مش متاح لكل الناس على حسب كلام مايكروسوفت انه هيتم طرحه بشكل رسمي في شهر مايو اللي جاي، وطبعا هيبداوا بامريكا وكندا وبعدها هيكملوا على بقيه الاسواق الاوروبيه زي المانيا وبريطانيا وفرنسا وهولندا. وطبعا زي اي حاجه جديده بتظهر هتكون تكلفتها عاليه جدا، ده غير انها هيحتاج يكون في مدربين لكل الفرق الطبيه علشان يقدروا يتعاملوا مع النظام الجديد، غير اكيد المشاكل اللي احتمال تحصل في البدايه بسبب الدمج ما بين البيانات القديمه مع النظام الجديد. ولحد بقى ما نشوف امتى الصين هتعمل النسخه الاقتصاديه من النظام ده، حابب اعرف رايكم في دراجون كوبايلوت، وهل شايف المميزات اللي بيقدمها فعلا ممكن تخلينا نغير مفهومنا عن المجال الطبي؟ وهل يا ترى هيكون متاح في كل مكان ولا هيبقى مقتصر على فئه معينه اللي تقدر تدفع ثمنه؟ مستني رايك في الكومنتات. وبس كده دي كل حاجه معايا في حلقه النهارده. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وتشير الحلقه دي على قد ما تقدر مع دايركت معارفك وخصوصا الدكاتره. لو عندك اي اسئله واستفسارات اكتبها لنا في التعليقات، واشوفك الحلقه الجايه. سلام.